أولا اليوم الذكرى 12 لانطلاق حركة 20 فبراير التاريخية اللي كيف انطلقت في جميع الأقطار العربية والمغاربية، واللي الشباب يعني كان يطالب بتغيير ديمقراطي شامل. أول مطلب كان كيطالب به هو أنه المغرب تولي فيه الديمقراطية، وأنه تنتهي فيه الظاهرة ديال الاعتقال السياسي، ونساليو مع يعني الاقتصاد ديال الريع وديال الاحتكار، ونساليو مع ضرب الحريات والحقوق، ونبنيو المغرب ديال الحرية وديال الكرامة وديال العدالة الاجتماعية. اليوم بعد 12 سنة وبعد صدور دستور ديال 2011 اللي كلشي كان كينتظر بأنه يجي ويكون دستور ديال فصل السلطات، دستور ديمقراطي اللي كمغاربة يشكل لنا واحد الأرضية ديال الانطلاق من أجل التغيير الديمقراطي الشامل، باش يمكن لنا نقلصوا من الدائرة ديال الفقر وديال البطالة، ونقلصوا من الفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية، ونبني واحد الدولة اللي عندها سيادة، واحد الدولة اللي عندها الاستقلال في الاختيارات ديالها، باش يمكن لنا نتقدموا ونعيشوا بكرامة في بلاد اللي احنا كاملين دافعنا باش خرجنا منها المستعمر. ولكن 12 سنة من بعد غادي نشوفوا بأنه الاستعمار الجديد لا زال مستمرا، وأننا كنا كنناضلوا من أجل الديمقراطية. دابا المغاربة كيغوتوا غير على الخبز وعلى الخضرة وعلى أنه يمكن لهم يوصلوا واحد القفيفة فيها شي شوية ما يتكال للدراري. المغاربة تيغوتوا تيلقاو المدرسة اللي كانت مدرسة خصها تكون للجميع، فيها تكافؤ الفرص، باش يمكن لنا كنا نقراو كيف قرينا حنا في المدرسه العموميه، وكانت بالفعل فيها الامكانيه ديال الترقي، والانسان يجي من الباديه ويجي منين ما بغى يجي، ومن اي طبقه اجتماعيه، يمكن له يكون طبيب، يمكن له يكون استاذ، يكون محامي، يكون ممرض. ما بقاتش هذه المدرسه باعوها. ثم الصحه، رغم الوهم ديال الدوله الاجتماعيه اللي كيبيعوا لنا اليوم الحمايه الاجتماعيه، اليوم المراكز الاستشفائيه اللي كتسمى لي سي غادي يحلوها، وغادي يديروا يعني مجموعات صحيه ترابيه في 12 جهه، وغيخليونا عرضه للخواص. كذلك الشأن بالنسبه للطاقه اللي اليوم 45 مليار داتها 4 العائلات، وحتى واحد ما كيقدر يسائل، رغم انه الدستور يعني فيه واحد المؤسسات الحكمه والمجلس ديال المنافسه قال بانه هاد الناس كيتفقوا علينا، وقال خصهم يرجعوا شي فليسات ما بغاو يرجعوا حتى حاجه. اليوم المكتب ديال الماء والكهرباء غادي يدار وكالات متعدده الاختصاصات في كل الجهات، مشات لوينو، مشى كل شيء غادي يتباع، الدوله كلها تباعت كلها للتسليع. اذا هذه مناسبه ديال 12 سنه، يعني الاوضاع ديال البلاد زادت تدهورت، ما كاين لا ديمقراطيه، لا احترام حقوق ولا حريات ولا عداله اجتماعيه ولا مناطقيه ولا احترام كرامه المواطنات والمواطنين. يلا الوقفه. واش مازال ما حشمتو وبركة من الحباسات ابنيو لينا سبيطارات وبركة من البوليس ابنيو لينا المدارس وبركة